بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله دلوقتي هنتكلم على التهاب العصب السابع. التهاب العصب السابع الحقيقة من الأمراض الشائعة، خاصة مع الضغوط العصبية. زي ما قلنا أسبابه هو بيجي مع الضغوط العصبية والزعل كتير، وكمان أحيانا بيجي مع الرطوبة أو البرودة الشديدة على العصب، فبيؤدي إلى التهاب شديد فيه. حي العصب السابع بيغذي العضلات الوش، بما فيهم عضلات العين وعضلات اللسان وعضلات الوجه بصفة عامة، الفم. فتلاقي يعني الناس، بعض الناس يفتكروا انه في غلطة، لان البق بيبقى معوج شوية واللسان بيبقى تقيل، لانه بيأثر عضلات اللسان والعين. ممكن يجي يغمض، عين تغمض وعين ما تغمضش، وبيبقى نص الوش غالبا بيبقى ناحية واحدة، طبعا بيبقى في ناحية واحدة بس مش الناحيتين، فالناس ممكن يفتكروه جلطة، لكن هو بيبقى التهاب شديد او حاد في العصب السابع. طيب اعراضه ايه او بنشخصه ازاي؟ زي ما قلنا نقول للعيان غمض عينك، عين بتغمض والعين اللي فيها الناحية اللي فيها المشكلة ما بتغمضش او بتغمض نص تغميضة كده. عضلات تيجي تقول له طلع لسانك، تلاقيه اللسان معوج ناحية الحتة او ناحية ناحية الجزء او اليمين او الشمال، ناحية اللي فيها المشكلة. وبتلاقي البق معوج برضو الناحية ما يجي يضحك او كده، ناحية النص اللي فيه المشكلة. طيب ايه هو علاجه؟ بياخد فترة قد ايه؟ الحقيقة علاجه بيبقى فترة طويلة شوية، بيقعد من اسبوع يبدأ يتحسن، بعد مش اقل من اسبوع لغاية بقى، وبيقعد العلاج لمدة شهر. هو التهاب اعصاب، وبالتالي التهاب حاد في الاعصاب، وبالتالي هو العلاج الرئيسي ليه جرعات من الكورتيزون. هي ده اكبر علاج ليه او اكثر علاج ليه. يا اما بتاخد جرعات كورتيزون زي الهوستاكورتين 20 حباية كل يوم لمدة 10 ايام، وبعد كده هتبدأ تاخد نص حباية، وبعد كده تبدأ تاخد الخمسة بالتدريج، يعني سحب تدريجي. يا اما بتاخد ابرة ديكساميثازون او ابيدرون لمدة اسبوع، وبعد كده تبدأ تاخد برشام او تسحب تدريجي. الحقيقة ده اللي بيخلي فيه تحسن ملحوظ خلال الاسبوع الاولاني. العلاج الرئيسي ليه الكورتيزون. بالاضافة لكده بتاخد حاجات بقى المقويات للاعصاب، زي الملجا او النيوروفيت اللي هو فيه فيتامين بي 12 وفيتامين بي 6 وفيتامين بي 1، وسواء ابر او اقراص، او دلوقتي كمان مثال تكنو زي اللي عامله زي اللبانه كده فوق اللسان. وبتاخد برضو اي بين كيلر او النوع ده من المقويات الاعصاب اللي هي بتقلل الالم بتاع الاعصاب والتنميل لو في الم في المنطقه دي، او تنميل بالم بشكشكه زي الكونفنتين او الانهانتين بتركيزات مختلفه. دول اهم العلاج، ولكن الحقيقه العلاج الرئيسي هو الكورتيزون. والحقيقه الكورتيزون زي حالتنا دي، حاله التهاب العصب السابع، احيانا في امراض كتير هو العلاج السحري ليها. فالكورتيزون بحد ذاته مش حاجه مضره او حاجه تخاف منها، ولكن استخدامك ليها والجرعات ومده العلاج ليها لازم تكون تحت استشارة الطبيب وتحت تحكم الطبيب، عشان تاخد من الكورتيزون الوش الحلو، ما تاخدش الوش الوحش. فنتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.